أحد الوجهات السياحية المشهورة بالمغرب واللي كتخطر على بال أي أسرة مغربية كتقلب دوز فيها العطلة الصيفية مع الوليدات، بسبب شاطئها الواسع، الجو الساخن نسبيا، وأيضا هاد الدخيلة كما كتشاهدوا اللي نقدروا نشوفوها عند جوج ولا ثلاثة المدن في المغرب على الأكثر. مساحات خضراء، النظافة ديال الشوارع، هادشي كله زوين. واجو دابا نتكلموا في القاصح. دابا هادي 9 ديال الصباح، الحركة المرورية مرخوفة، هذا شهر يوليوز في المنتصف ديالو. الناس تخلصت من العيد الكبير والغالبيه كيساينوا الصالير ديال غش تيدخل. المعلمين تا هما كيساينوا يسنيو البيفي. نتائج ديال الدوره الاستدراكيه ديال الباك تخرج. مهرجان انتصارات المغرب يبدا، واراك ديك الساعه الجيوش وجحافل ديال عباد الله غادي تكب بحال الدبان على هاد المدينه الصغيره. وكلشي غادي تزوبل، الكرا، الماكله، الخضره، باركينغ. وصحاب الباراسولات والكراسة عاوتاني نعم سيدي غادي يديروا الكرون وينزلوا قوة الدعم السريع باش يفرضوا عليك صحة تجلس اللور وتخليهم يحتكروا البيست فيو. هاد الشيء راه كيتكرر كل عام، وسؤالي في الاخير كالتالي: واش مارتيل كتستاهل هاد الهيط كامل؟ جاوبوني في التعاليق.